برج الحوت. ازيكم عاملين ايه؟ مريم معاكم من قناه ميا عبد الرحيم مسكالات، والنهارده ان شاء الله معايا تروت الحوت باذن الله من 10 ل 16. طيب يلا بينا كده نشوف ايه الدنيا، واتمنى يعني ان احنا نعمل لايكات بقى كتير، وعشان ندعم القناه. انتوا عارفين الوقت اللي هو بتاع الاجازات ورمضان والاعياد وكده، يعني المشاهده متبقاش افضل حاجه يعني. يلا بينا كده نعمل لايكات بقى، وانا معتمد عليك يا حوت على طيبتك. يلا بينا كده. يلا اولا هاخد كارت من هنا. inner knowing. inner knowing. ايه الانر نوين؟ هو شيء داخلي اكيد. الانر نوين اكيد يعني بايسس، اكيد يعني الحوت. الشيء اللي انت عارفه، الشيء الداخلي اللي انت عارفه، ماشي، اللي هو الاحساس الداخلي بتاعك كانسان كبني ادم وهكذا يعني. جواك حاجه بتقول لك كل حاجه تبقى كويسه، صح؟ لان هو ده برضو الاحساس اللي جالي اول ما شفت الكارت الحقيقه. طيب تعالى كده اخد لك كارت من حد في الاخر، اخد لك كارتين من كل تاروت، من كل اوركل. يلا استخدمنا هو رساله من الحبيب زي ما انتوا عاوزين. قلتوا لي ليه وقفتيها؟ احنا بنحبها قوي. هنا شوين اوت، حد بيحاول يعمل لك ان هو مش متضايق او حاجه من اللي بيحصل بينه وبينك، لكن انفاكت هو متضايق، بس مش عاوز يبان ان هو متضايق، او مش عايز يبان ان الموضوع مؤثر فيه او كده يعني. طيب تعالى بقى كده ندخل على كارتين، سوري، ندخل على 5 كروت طاقة، ونشوف كده ايه الدنيا وايه اللي بيحصل. عايزاكم تشوفوا الكروت كويس الحقيقة، مش عارفة كده تشوفوها كويس، مش قوي بس يعني نوعا ما. طيب يلا كده 5 كروت. اولهم الكينج اوف واند. حلو قوي الكينج اوف واند، وواضح ان في شغف هنا، في حد فاتح قلبه جدا. الناين اوف كاب، في اتزان، عندك اتزان، عندك اتزان في مشاعرك وفي نفسيتك كمان. الناين اوف كاب، الكوين اوف سورد، الكوين اوف بنتكل بعد الكوين اوف سورد. ده انت داخل على فتره هتكون قوي جدا فيها اعتقد كده، وقريب قوي هقول لك كل سنه وانت طيب طبعا. آه طيب، هو انت شايف ان في تلاعب، شايف ان ده مش عاجبك، مش مريحك. نوع التلاعب هو شخص لحظه بيكون موجود و10 لا، دقيقه بيكون موجود و10 لا، حاجه كده. لان هنا انت في الانتظار مع الحقيقه. السيفن اوف سورد بتقولي ده اسمه تلاعب، ده ما اسموش حب، دي ما اسمهاش علاقه. وبتحاول توضح لي انك زهقت او تعبت. انا فاهمه دوت من اول ما شفته، بس الحقيقه الشيء العبقري قوي ان انا شايفه ان نزل لك الكوين اوف بنتكل والكوين اوف سورد، وقبليهم نزلت لك الناين اوف كابس، يعني منتهى الناين اوف كابس في منتهى الاتزان. يعني تخيل مع اللي بيحصل ده كله الا انك قادر تتزن، قادر تقف على ارض صلبه، وهو ده بالنسبه لي انا الشيء اللي يهمني يعني في طاقتك. تعالى كده نبدا كده. ده من وجهه نظرك طبعا، اكيد طاقته هو برضو هتفسر لنا اكتر من اللي بيحصل، بس تعالى كده نخش على تاني كارت ونشوف. التوف واند، هو مستني حاجه. هو مستني منك حاجه. تعالى كده. النايت اوف كاب، الجاستس، كوين اوف، الكينج اوف كاب، الستور، الشاريوت. هنا في ايه؟ هنا في تاور. هل هذا الشخص حسك على انك تقول اللي جواك او تحكي معاه وانت ابتعدت، او قلت له لا انا مش حابب اتكلم في الماضي، حاجه زي كده؟ لان هنا انا حاسه ان انت كنت بتقول له، انا حاسه ان هو بيقول لي كده، بيقول لي كانه بيقول لي ان الحوت ما حبش انه يتكلم، او ما حبش انه يوضح مشاعره اكتر، او ما حبش ان احنا الاتنين نتكلم في الوضع وفي المشاكل اللي حاصله بينا. ده اللي انا شايفاه. هو يعني انا شفت هو وجهه نظرك دلوقتي، الحقيقه وجهه نظرك بتنزل مع الكينج اوف كاب. يعني هذا الشخص قلبه فيه حب كبير، لكن خليني اقول لك مش كل انسان زي التاني يعني. ما فيش اي برج نقدر ان احنا نقارنه بالحوت في الحب، صح؟ لو قارنا هيبقى سرطان، هيبقى العقرب اكتر من كده الميزان او الطور، لكن اي حد تاني لا. فبلاش اقول لك انه
ربما انت واخد الموضوع بحساسيه زياده، لكن احنا بني ادم يعني، هو مش غلطان لوحده، احنا برضو بنغلط صح. حاسه هنا انك بتقول لي الحكايه مش كده، الحكايه اني شايفه ان الشخص ده اتغير عليا. طب ايه سبب التغيير؟ اعتقد هو دوت اللي هو كان عاوز يناقشه وياك. هنا هو ظاهر في النايت اوف كاب فاتح قلبه، هنا في الكينج اوف كاب فاتح قلبه جدا وفي حب كبير كبير، حب كبير. وهنا التو في وند، والتو في وند الحقيقه هي برضو انتظار، يعني زي ما انت منتظر انا شايفاه هو كمان منتظر. طيب الشمس بتنزل، وايه الفايف اوف وند نزلت، وايه ده؟ ده ايه؟ ده الويل اوف فورتشن، فايف وند ويل اوف فورتشن. ويل اوف فورتشن العلاقه دي ما انتهتش. الفايف اوف وند دي المشاكل، الكونفليكت اللي بيحصل بينك انت وهذا الشخص دلوقتي. والشمس الحياه هي سعاده. طيب خليني اقول لك انك داخل على فتره فيها سعاده، سواء هذا الشخص في حياتك او مش في حياتك. مع اني شايفه هنا منطقيا في كده، في شيء ما ينفعش ان هو يعني يتفك كده بسهوله يعني. حتى لو انتوا الاتنين بعيد دلوقتي، وحتى لو انت مستني منه حاجه، وحتى لو هو مستني منك حاجه، لان هو ده اللي انا شايفاه، انت مستني حاجه وهو مستني منك حاجه. تعالوا كده، شايف التو في كاب؟ ماشي، خلينا نتفق على ان في حب كبير هنا جامع بينكم انتوا الاتنين. ميجيشن، ميجيشن حلو جدا، الميجيشن جنبيه الديفل. طيب الميجيشن حلو جدا لانه بيقول لي انك في تناغم ما بين روحك وما بين عقلك في الطريقه اللي انت عاوز تجذب فيها شيء حلو داخل العلاقه دي. خليني اقول لك ان هو هنا بيقول لي انك مش صريح. للاسف هو ده اللي انا بحاول اقوله من اول كارت. هو شايف انك مش صريح زياده معاه، هو عاوزك تكون صريح عن كده وياه. عاوزك تفتح قلبك اكتر. هو حاسس انك برضو اتغيرت، بس خلينا نقول الحقيقه الحقيقه هنا هو ان الحوت بدأ يتغير شويه بعد ما هذا الشخص اتغير شويه. ده اللي انت شايفه، ده اللي انت بتقوله لي، دي وجهه نظرك، انا ماليش اي وجهه نظر هنا. انا بتكلم من خلال وجهه نظر الحوت، من خلال وجهه نظر هذا الشخص. كارتك الرابع هو الثلاث سيوف. ماشي ماشي اهو، طاقه متعبه اللي انت فيها. الهيرمت، الكينج اوف بنتكال، التري اوف بنتكال. انت ليه بعيد؟ الامبرور والتري اوف كابس. الطاقه دي مش وحشه. وهنا الامبرور، تري اوف كاب، الامبرس. واخدين بالنا؟ بصوا بس الامبرس انا منزلتهاش يعني، بس كانت هتنزل المفروض. المهم انا حاسه انك بعيد. البعد بتاعك هو مثلا نوع من انواع السلبيه، يعني نوع من انواع السلبيه. انت ممكن ما تكونش حاسس بده، بس دي حقيقه. هنا لو هذا الشخص ابتعد وعملك بلوك مثلا، لو العلاقه دي تايت جدا ومهمه بالنسبه لك، اعتقد انك هتحاول. لكن انا شايفه ان الحوت ما حاولش، ده اللي هو متضايق منه. وهنا الثلاث سيوف ديت مش انت بس، ده انت وهو. عموما سواء في ثلاث سيوف او لا، في فرص وفي علاقه سهل جدا ان هي تتصلح لو انت عايز كده. لان انا هنا شايفاك عندك 1000 رأي ومحتار وعندك حيرة كبيرة، معاهم حساسية شديدة ومفرطة وزعل كبير من هذا الشخص. طيب لو جنبنا، لو حطينا على جنب الزعل والاحاسيس اللي هي فيها الزعل والألم على جنب، وشوفنا ايه المهم، مين المهم وايه المهم، نحاول نصلح. بالذات لو هذا الشخص اول مرة ياخد معاك ال الموقف دوت، او لو اول مرة الموقف يبقى كبير بينكم كده. عموما انت او هو، انا ما بقولكش تحاول، انا بقول لازم حد يحاول، بس من وجهة نظري انتوا الاتنين مصعبين الامور. تعالى كده نشوف كارتك الخامس في الطاقة هو التو اوف سورد. انت بتقول لي انا مش عارف اعمل ايه،
غلط فيا، ضايقني، هكذا يعني. الناين اوف بنتكل، وزي ما قلت لك انت داخل على فتره فيها قوه، آه هتطلع فيها من كل الطاقات، الطاقه المتعبه التقيله اللي انت فيها، انا شايفاها وحاسه بالفعل. ايس اوف بنتكل، بدايه جديده. كوين اوف وان، في شغف. الفايف اوف كابس، شغف مع زعل. ثم السيفن اوف بنتكل، وكانك بتقول الوقت هيصلح كل حاجه. كانك بتقول الوقت هيصلح كل حاجه، وكانك متاكد انه هتيجي لحظه الدنيا هتتصلح فيها. بالنسبه لي هو مستنيك. هل هو مستني ان انت تاخد خطوه، ولا مستني ان انت تكون اجرأ من كده وياه، اشجع من كده وياه، تاخد مثلا خطوه ايجابيه اكتر؟ معرفش، حاجه زي كده، ده اللي هو مستنيه. مش هقول ان هو عايزك تتغير، لا لا، مش حكايه ان هو عايزك تتغير، حكايه ان هو مستني منك شيء يظهر له انك بجد بتحبه وعايزه يعني. اوكي، يلا كده بقى ناخد كام كارت حلوين. اخد لك من المارماليد كارتين. كوميونيكيشن، في كوميونيكيشن، تتكلم مع حد، بتحكي له ربما، بتحاول تفضفض ويا حد. عايله كده innocent، براءة، في براءة فعلا، في طاقة الحوت انا حاسة بيها، في حب كبير كمان. تعالى كده، هاخد لك كارتين من هنا، حط حد في بالك بقى وانا هاخد لك منه كارتين. اول كارت يقول لك ماي دريمز، عنده احلام عاوز يعيشها وياك، واعتقد الكارت ده ظهر كتير خلال الاسبوعين اللي فاتوا عموما، حتى في قراءات القناه التانية يعني. اوبسيس، طيب بيقول لك في اوبسيشن هنا، في هوس، وربما العلاقه ديت لبعض منكم طويله قوي، يعني 3 سنوات وسنوات، وربما الاوبسيشن بيجي هنا، او نوع الهوس هو مش هوس الحياه، ولكن هو علاقتنا قدريه، فلازم يكون فيها هوس، او لازم يكون وياه هذا النوع من الهوس. اعتقد ده بالظبط اللي هذا الشخص بيقصده في هذه كلمة أو في الكارت ده. بشكر بايسس، بشكر الحوت جدا، وأشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. بيس، ساينين اوت.